تيجي من الداخل تيجي رطب. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم اليوم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم الخبز ديال دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو. عندنا هنا دقيق ديال القمح المغربلناه، حيدنا ليه داك النخاله الغليظه اللي كتكون غليظه، درناها هنايا باش غنقرصو. دابا غندوزو نعجنو. عندنا هنا معلقه ديال الخميره، نكبو عليها شويه ديال الماء، ونكبو عليها شويه ديال الماء هنا دافي. غنديرو شويه ديال الملحه الجن، منديروش الملحه على الخميره، دائما الملحه نحطوها بوحدها في الجنب على الخميره. نزيد واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. دابا غادي نعجنو بسم الله. دابا غادي نخلطو العجين ديالنا. نبقاو نضيفو الماء بشويه بشويه وكنخلطو. انا درت غير الدقيق ديال القمح بوحدو، كاين اللي كيضيف معاه شويه ديال الفورص اولا الطحين ديال الفينو، ومن الاحسن الواحد يديرو بوحدو باش كيكون صحي. نورمال تنديرو شويه ديال الماء. ما عجنها دابا نخليوها. دابا غادي نغطيوها ونخليوها تتخمر، غادي نقرصو. هو الخبز ديالنا خمر كما كتشوفوا، ضعف الحجم ديالو. دابا غادي ندوزو نقرصو. غناخد شويه ديال الماء نديرو في يدي باش ما يلصقش. تقدروا ديروا الماء ولا الزيت، انا درت شويه ديال الماء. غادي نقسمو كويرات. غنديرو مخبيزات صغار. ملي كتشوفو كيتلصق ضروري ديروا الماء ولا شويه ديال الزيت. غندير الماء في يدي، نجيب شويه ديال النخاله، غنجيب ديك شويه النخاله اللي حيدنا من الطحين باش غربلناه، غندير لهم على هذا الشكل. ندير شويه الماء في يدي،
كما كتشوفوا انا ما استعملتش فيهم الفورص ولا الفينو، خليت غير الدقيق ديال القمح باش يجيو صحيين اكثر. مع هاد النخاله كيكونوا فيها دوك الالياف كيجي غني. كندير هاد الطريقه باش ما تدخلش ديك النخاله لداخل، الا دخلت ما كيجيناش الخبز زوين. غنستمروا على هذا الشكل، تنساليو الخبيزات اللي عندنا. انا كندير دابا ديك النخاله كندورهم هكا باش نلصق فيهم من الجناب. هاي ماشي كنديرهم على شكل الكويرات ديال المسمن، شويه اللي بغا يديرهم خبيزات كبار يديرهم. هكا الصغار تيجيو احسن، وكل ثاني وشنو تيعجبو. دابا ناخذ الخبيزات بعد ما كورناهم غنقرصوهم شويه، نقرصوهم غير شويه، نقرصوهمش بزاف باش ما يجيوناش ثاني رقاق. دابا غادي نغطيو الخبز ديالنا ونخليوه تيخمر عاد نطيبوه. ها هو الخبز ديالنا بعد ما خمر، مكيستغرقش بزاف ديال الوقت في الخميره، ما حيت الدقيق ديال القمح دغيا تيخمر. غنديروه دابا في الفران يطيب. هذا هو الخبز اللي حضرنا اليوم ديال القمح كامل بالنخاله ديالو، كيجي صحي وغني بالالياف. نقسم لكم حدا تشوف كيفاش جا، كيفاش كيجي من الداخل، تيجي رطب. نتمنى يعجبكم، تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه، وشكرا.